سلام عليكم. العيش ده من كتر ما طلع عليه أسماء، يعني في ناس كتير ممكن تكون قصدها إن هي بتتكلم عليه، وفي الآخر نكتشف إن يعني إحنا الاتنين بنتكلم على نفس الحاجة، بس عشان خاطر أسمائها مختلفة في كل بلد بنتلخبط. فده العيش أبو لبن رايب. العيش ده في منتهى الجمال والروعة. تعالوا مع بعض نجهز الخميرة بتاعته، سهلة جدا. هنا معايا في البرطمان ده معلقة خميرة وقدها سكر. ناس كتير بتقولي أعرف منين المية ديت هتشغل الخميرة ولا هتموتها ولا هتعمل لها إيه. حطي إيدك في المية وعدي لحد 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إيدك مستحملة السخونية، خلاص زي الفل. المية دي فل. نص كوباية على مقدار الخميرة بتاعنا والسكر، ولازم سكر علشان يشغل الخميرة معانا. واقفلي عليه بقى، غطيه براحتك. انا معايا هنا نص كيلو دقيق. طب نص كيلو دقيق ده لو انا عايزه اعمله بالكوبايات يبقى قد ايه؟ 3 كوبايات ونص. 3 كوبايات ونص من بتوع الشاي بتاعنا. تنخليهم كويس جدا مره واتنين، بيخلي العيش بتاعنا خفيف جدا. معلقتين سمسم محمصين، حمصيهم في البيت كده وحطيهم عليه. ممكن طبعا تستغني عنهم براحتك، بس هو بيدي طعم وريحه حلوه. معايا هنا معلقتين بالظبط سمنة من بتوع الأكل العاديين بتوعنا، وعليهم معلقتين زيت. هحطهم على الخليط بتاع الدقيق بتاعنا. معايا هنا لبن رايب. بصوا، هو بصراحة أنا مرهوبتوش. هو أنا غليته وسبته لقيته الصبح رايب، فقلت إن أنا هعمل بيه العيش دوت. ده اللبن القطع بيبقى بالمنظر دوت. بس انت لو عايزة توصليه للمرحلة دي، بعد ما تقفلي عليه ويهدى شوية من النار، تقومي حاطة عليه معلقة خل، هتلاقيه اتخثر وبقى بالشكل ده. تمام. هنا بقى معايا انا هشتغل بالعجان طبعا، لان انا ست صحتها على قدها. هشتغل بالعجان. هحط بقى، هبتدي ان انا اشغل الزبد السمنه مع الدقيق مع المكونات الجافه كلها تختلط ببعض، وبعد كده ابدا انزل نص كوبايه الميه اللي كنت مدوبه فيها الخميره، ياخدوا كده ويدوا مع بعض. وبعد كده ابدا انزل بالرايب. طبعا الرايب يكون دافي، يكون كده زي دمعه العين زي ما بيقولوا، ما يكونش بارد. تمام. هنا بقى معايا العجين، عجنته كويس جدا. هو في العجان خد بالظبط 4 دقايق، يعني ممكن على ايدك الموضوع يصفصف على 8 دقايق، 9 دقايق، 10 دقايق بالكتير. اهم حاجه بصي مطه العجين اللي انا وريتها لك دي، والعجينه بتاعتنا تبقى بصوا عامله زي الاسترتش. هي بتبقى ناعمه جدا وعجنها سهل جدا، وحتى لو هتعجنيها على ايدك على طريق هي تفردي العجينه وتضميها، تفردي العجينه وتلميها. ده اسهل طريقه انك تعجني بيها. هنا طبعا لازم العجينة أنا ما بخمرهاش، أنا بالأول بكورها وبعد كده بسيبها ترتاح. تمام. لازم طبعا العجينة نقفلها كويس جدا عشان كل اللي رغيفة معانا تطلع قبة وتطلع جميلة. بصوا، بفضل ان انا اكور فيها على ايدك بقى على الرخامة. اهم حاجة ان هي من تحت تبقى من فوق مقفولة وناعمة جدا. هسيبه يرتاح 10 دقايق وبعدين هرجع له تاني. غطيه كويس جدا. وعلى فكرة انا المفرش ده بيسهل عليكي شغل كتير قوي. ما عندكيش، حطي كيسة بلاستيك افتحيها واشتغلي عليها، احسن ما نشتغل على دقيق ونهدر دقيق كتير، وكمان بيبقى عامل طبقه كده على الوش ما بتبقاش حلوه. تمام. ده هنا شكل العجين بتاعي بعد 10 دقايق. بصوا ما شاء الله، النص كيلو اللي هما 3 كوبايات ونص طلعوا لي 17 رغيف. ممكن تعمليه مدور، ممكن تعمليه طويل زي ما انا ما بعمله كده. تمام. بتعملي سمك العجينه بيكون رفيع. احنا ما بنعملش العجينه تخينه قوي. تمام. لان احنا مش عايزينه من جوه يبقى كله لباده كده، ما يبقاش عامل زي الفينو. احنا عايزينه عيش كده حلو خفيف، عامل زي ايه القرص. تمام. هنا بقى هسيبه هنا في الصينيه. الصينيه دي اللي انا هسوي فيها كل الكميه، لان انا هسوي في الفرن. وطبعا الباقي كله حطيته على المفرش بتاعي، وهسيبهم يرتاحوا 10 دقايق تانيين. ده كان شكلهم بعد ال10 دقايق. انا هنا بسوي في الفرن البلدي. ممكن تسوي في الفرن بتاع البوتاجاز لو بيشتغل عندك من فوق وتحت. ممكن تسويه تشتغلي عليه من تحت وبعد كده تديله وش من فوق يتحمر. ممكن تشتغلي على الطاسه. اهم حاجه نارك تبقى هاديه، ما تبقاش عاليه قوي تشعوط لك العيش. تمام. بصي انا كنت بوريك النار. هو ده بيبقى شكله ظريف جدا، منفوخ، كل الكرات بتاعته بتتنفخ بصراحه، بتبقى حلوه قوي. اهم حاجه سيبيه يرتاح زي ما قلت لك، وانك تقفليه كويس جدا من تحت وانت بتقطعيه، علشان خاطر ما يبقاش في اي فرصه للهواء يخرج منها والعيش يتنفخ كله. بصي كنت بوريكي ازاي سهل جدا انك تشيليه من على المفرش، بجد بيسهل جدا. انا طبعا كنت بسوي في في نفس الصينيه، كان الفرن شغال وكنت بسوي. بصراحه عيش سهل وبسيط ونضيف وطعمه حلو جدا ومغذي وينفع للسحور، وبيبقى منتشر جدا في رمضان. عندنا هنا في مصر فرن كتير قوي بتبيعه. جميل جدا. لو عجبتك الوصفة وشايفة ان هي سهلة وتستاهل النشر، ارجوكي اعملي لها شير كتير عشان توصل لاكبر عدد من الناس. سلام.